السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. اتمنى اللي لسه عملش اشتراك في القناة يعمل اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد، ويعمل لايك على الفيديو وكومنت. طبعا الفيديو بتاع النهاردة دي اول تنظيفات كده رمضان. تمام. تنظيف عميق عميق اخر حاجة للصالة بالانتريه بالسجاد بكل شيء. طبعا عايزه اقول لكم ان انا غسلت السجاد بتاع الشقه كله بجد، بس ما انا ما ينفع ما عرفتش اصوره لان يعني بصراحه يعني كنت تعبانه ومرهقه جدا ان عملت كل ده في يوم واحد. بامانه انا بعد ما صورت الفيديو ده وشلت السجاده علشان اغسلها، لقيت بجد يعني ان انا فعلا مش قادره ان انا حتى امسك التليفون واحطه في الرينج لايت واصور غسيل السجاد. تمام. اول حاجه بدات ان انا شلت الحاجات اللي على الارض دي كلها، وبعدين شلت فرشه الكنب. الكفر ده طبعا هيتغسل، وشلت طبعا الشلت كمان، وشلت الشلت كمان علشان خاطر احطها في الشمس في البلكونه تتشمس. الجو كان حلو ومشمس. انا عايزه اقول لكم ان الكهرباء كانت قطعه، فالرينج لايت اساسا ما كانش شغال. يعني انا شغاله كده فاتحه يعني باب الشقه وباب الاوض بتاع اوضه النوم، والباب اللي في وقصدي والشباك اللي في الصاله، عشان النور ده كله يبقى ايه يعني ايه احس ان الاضاءه لو انتوا قلتوا لي ان الاضاءه وحشه الى حد ما. فالكهرباء كانت قطعه، فانا كنت متشجعه ومتحمسه ان انا اخلص الصاله لانها كانت السجاده ما كانتش عجباني خالص، ما كانتش نظيفه. وفي نفس الوقت انا بحب ان انا لما انضف التنظيف اللي هو العادي بس تكون كل حاجة نظيفة. يعني مثلا السجادة نظيفة، الفرشة بتاع الانتريه نظيفة، لكن لما الاقي الفرشة بتاع الانتريه مش نظيفة والسجادة نظيفة بجد يعني لما بعمل تنظيف من فوق كده بس عادي اللي هو الاعتيادي بتاعنا، ببقى متضايقة من جوايا، مش حاسة بالرضا التام يعني. فانا قلت لا، ما بديهاش بقى. قلت ما بديهاش، لازم ان مش مشكلة ان الكهرباء قطع، يعني ايه الاضاءة لحد ما يعني شغالة. فده تعليق بس على حتة ايه الاضاءة. إيه طبعا زي ما قلت لكم انا شلت كده الكفرات. تمام. والشلت طبعا دخلتها في البلكونة تتشمس. هتقولوا لي طبعا انتي الكفرات انتي مش فين يعني دي الاسفنجة، بس طبعا انا عاملاها كده من زمان لما كنت انا في الشقة القديمة من سنة. لقيت العبك كده الابيض ده متوسخ، فيعني عايز يتغسل فشلته طبعا. وتحته طبقة من الفايبر، انا لسه عندي انا غسلاه عينات طبقة من الفايبر. يعني هو فوق الاسفنج طبقة فايبر، وبعدين طبقة القماش اللي هي البيضة، وبعدين عليه بقى عليه خالص من فوق الكفر الاساسي بتاع الانتريه اللي هو بني في بيج. فطبعا شوف انا شايله كام طبقه. شايله طبقة الفايبر، طبقة القماش، وطبقة اصلا الكفر الاصلية بتاع الانتريه، وسايباها على الاسفنجة. بس ليه بقى؟ الكفر اللي انا عاملاه ده اللي هو البينك ده في رصاصي بيثبت اكتر على الانتريه على الاسفنج زي ما يكون ايه، ما بيزحلقش الكفر. فلما باجي احط الكفر الاساسي بتاع الانتريه تمام بيزحلقوا، فما بنعرفش نقعد. فعشان كده انا شايله الكفر اساسا. هتقولي لي انتي ناويه تلبسيها امتى كل حاجتها دي من تاني؟ يعني احط طبقه الفايبر على بصراحه شكلي كده مش ناويه، وخلاص اندمجنا على الموضوع ده. انا بصراحه امنيه حياتي ان انا عايزه اغير الانتري بتاعي ده. بس بصراحه يعني هو حلو مفيش فيه اي مشكله، بس هو المشكله في لونه بس. ان كانت الستاير عندي بني والانتريه بني، انا بحبش الغوامق زي ما قلت. فالله المستعان يعني مش هغير طبعا الانتريه والستاير هتبقى بني يعني. اي عقل بيقول ان انا يبقى الستاير لونها بني في بيج والانتريه لونه تاني حاجه تانية يعني، فهتبقى مش مبلوعه. فانا نفسي بجد الفتره، بس مش عارفه، مش هحدد لان انا مش عارفاها اصلا هي امتى، ان انا يعني اجيب ستايل تاني مش انتريه ولا ركنه ولا صالون. هتقولوا لي ايه؟ مش عارفه. وطبعا هتبقى مع تجديد الستاير. الله المستعان يعني ادعولي. طبعا اللي لسه عملتش لايك لحد دلوقتي اعمل لايك. انا شايفاك اللي ما عملتش لايك قاعد تتفرج على الفيديو وما عملتش لايك. اللايك مفيد، وانا يهمني جدا عدد اللايكات على الفيديو يا جماعه. اللايك هو اللي بيعلي بيعرف الناس ان انا نزلت فيديو. تمام. المهم
كل سنة وانتم طيبين. رمضان خلاص على الأبواب، ودي هنعتبرها تنظيفات رمضان. ده أول فيديو في تنظيفات رمضان، أنا بدأته بالصالة. طبعا السجادة أنا شلتها اتغسلت في نفس اليوم. تمام. والأرضية كده خلاص، أنا مسكت كده الفوطة، ولو في أتربة كده في الزوايا بتاعة الكراسي والكنب، أنا كنت بطلعها بإيدي كده، وبعدين بهنشها يعني بالفوطة. وطبعا كنسة تحتها، وهمسح دلوقتي البلاط مسحة معتبرة جدا باريال وكلور. ماشي. وبعدين مسحتها طبعا بالمسحة كده وقماشة عشان تنشف بسرعة، عشان خاطر العيال ما تتزحلقش. طبعا انا كنت حابسة العيال في الأوضة، عشان انا يعني ايه باخد راحتي اكتر وهما مش جنبي. يعني طول ما هما جنبي كده بحس ان انا مش مركزة. طبعا انا مسرعه لكم الفيديو جامد. يعني الفيديو ده عايزه اقول لكم ان هو 28 دقيقه في الاصل، يعني اصل كده 28 دقيقه، انا صغرته لكم ل 10 دقايق. والله العظيم كانت في ايديا ان انا اخليه 12 15، قلت لا، هو 10 دقايق كويس قوي. يعني احنا هنهري في المهري ليه؟ خلاص خير الكلام ما قل، وده اللي ننجز. انجز يا عم المنجز. ده هدفي، او ده يعني ايه شعاري كده، الانجاز. الانجاز. انا قلت بختار كل اللي حصل في الفيديو من قبل ما الفيديو اوصل للمرحله دي اصلا. كنت عايزه اقول لكم على حاجه. طبعا انا كنت بداتها في رمضان اللي فات، اللي هي مع بدايه القناه. كان يعتبر من اوائل الفيديوهات اللي عملتها على القناه. فيديو الخير طبعا. انا انا كنت حباه جدا، ده من احب الفيديوهات الى قلبي. وطبعا انا هنفذ الفيديو ده كمان رمضان السنه دي ان شاء الله، وفي اكتر من يوم، مش هيبقى يوم واحد. انا كنت عملته السنه اللي فاتت في رمضان كان يوم واحد. ان شاء الله ان شاء الله رمضان ده اعمله اكتر من يوم. طبعا نوزع اللي ربنا يقدرنا عليه على الصايمين وقت الفطار، يعني اللي هو وقت الاذان. يعني الناس بتبقى فيه مثلا اللي هم مسافرين، اللي لسه مروح بيته والاذان اذن عليه. فالفيديو ده من احب الفيديوهات. بحس كده اقسم بالله يا جماعه، احساس ما حسيتوش قبل كده. انا فاكراه من يومها، وعشان انا مش ناسياه هكرره مرة واتنين وتلاتة. احلى احساس في الدنيا ان انت يعني وقت الناس كلها في بيوتها، فضا رهيب. تحس ان الشوارع كده بجد، ده الواحد بيتمناه. تحس ان الدنيا كلها خلاص، يوم القيامة قامت، مفيش حد في الشوارع، الدنيا هادية، مفيش حد. وانت لوحدك واقف في الشارع، وفين وفين لما تعدي عربية او حد معدي فبتديله اللي ربنا امر بيه. طبعا ده احساس حلو جدا. عايزه اقول لكم ان انا بقول كده ليه، او بعمل نوع الفيديوهات ده ليه. او مثلا الناس تيجي تقول ان فعل الخير ده يبقى بينك وبين ربنا، مش لازم ان انتي تصوري وتعملوا الجو ده. لا طبعا احنا بنعمل الفيديوهات دي مش عشان خاطر المنظرة والفرغة والكلام ده، لا، عشان خاطر الناس تتعظ، ونقلد بعض في الكويس، نقلد بعض ان احنا نعمل حاجات مفيدة وحاجات ايجابية. انا يمكن الفيديو ده يشجع غيري، يخلي غيري يتشجع ان هو يعمل كده. في بنات كتير تتحرج ان هي تعمل كده. طيب ماشي، انا كبنت وكست بيت، تمام، إيه، انا اتشجعت ان انا اعمل كده. ممكن في ناس تانية محروجة، يمكن لما هي تشوفني تتشجع ان هي تعمل كده. احنا بنشجع بعض في الصح والكويس وفي الخير، ما بنشجعش بعض في حاجة وحشة. فده اسمه اساسا كل فيديوهاتي اللي على القناة فيديوهات تشجيعية، للتشجيع بس، ما ملهاش اي غرض تاني خالص. فده اختصار. حبيت بس ان انا مش عارفه اللي جاب سيره الفيديو، بس حبيت ان انا اقول ان ده من الفيديوهات اللي انا ان شاء الله المحببه ليا واللي هتحصل في رمضان طبعا. امنيه حياتي بجد بجد ان انا اطلع وجبات، يعني اللي هو وجبات بقى، اكل فطار. طبعا انا بطلع اللي هو مشروبات. طبعا انتوا هتبقوا شايفين اللي هو عصير مع تمر. تمام. وايه تاني يا رب يبقى في الشنطه؟ عصير وتمر وايه، ولا عصير وتمر؟ والله ما انا فاكره. المهم ان انا نفسي بجد ربنا يقدرني واطلع وجبات. فادعوا لي، واللي عايز يشاركني في الخير ده يا ريت يكتب لي في الكومنتات وتواصل معايا. انا حاطه الفيسبوك في لمحه. ويا رب يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. وايه رايكم بقى في الفله؟ شفتوا الارض لمعت ازاي؟ انا مسحتها مرتين على فكره. يعني انا جبت قماشه الاولانيه لقيتها خلاص اتبلت خالص، جبت القماشه التانية دي
مسكت الارض خليتها كده مرايه. تمام. ما احبش اصلا ان انا افضل ماشيه في الميه اساسا بتزحلق وكده عشان خاطر الاولاد برضو، وفي نفس الوقت انا من غير ده وده كده الارض تنشف بسرعه وتبقى احلى، لان ركنه الاريال على الارض بتعمل بوع اساسا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.